ضمن اطلاع سموه المستمر على كافة المشاريع الخدمية والتنموية والسياحية في إمارة الشارقة، زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة برج جبل الشيخ بمدينة خرفكان. واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أعمال الترميم التي تم الانتهاء منها مؤخرا لبرج جبل الشيخ الذي يقع على ارتفاع 130 مترا من سطح البحر، ويتميز بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة وساحل خرفكان. ويتصل برج جبل الشيخ بعدة أبراج كما يطل على بعض المناطق كأبراج سد الرفيق وأبراج نجد المكسار وبرج الرابي وبرج المنصور وبرج العقبة، حيث كانت تمثل هذه الأبراج شبكة دفاعية عن مدينة خرفكان كانت تستخدم قديما. كثير في هذا المنبر ليجلس. ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسؤولين بتطوير الأعمال المجاورة لبرج جبل الشيخ من مصاطب وشرفات، إضافة إلى تسوية طريق إسفلتي يؤدي إلى أعلى الجبل، وإنشاء استراحة تحتوي على مطعم ومقهى ومصلى، بالإضافة لبعض الخدمات المصاحبة للمشروع، كما سيتم توفير مواقف للسيارات تخدم زوار المنطقة. ما كان عليه مرافق، أنت تحط له مرافق ان شاء الله. خلي السور خالي مثل ما كان. مثل ما هو طبعا. لا هذا هذا في الاسفل طويل العمر، هذا كله نازل، هذا اعلى بكثير. لا هنا شوف الاسفل يعني انت شو تحط هنا. طال عمرك كان في فكره ان تحت هنا بتكون ساحه، يعني هذه على مستوى، عقب بعدين بيكون عندنا ساحه. لا خلي كل شيء طبيعي، ما تضيف اي شيء هنا. نعم. بس خلي السور مثل ما هو، خلي الاطلاله من هنا. نعم. تكون تكشف الحصن. كما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أيضا بإنشاء مساحات خضراء متدرجة أسفل المقهى، وإعداد جلسات مناسبة تخدم مرتادي جبل الشيخ، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع المحيطة بحيث تكون إضافة للمشروعات التنموية والسياحية المتعددة في مدينة خرفكان. الله على بركة الله إن شاء الله، كل يوم جديد لخرفكان. جزاك الله خير. الأعمار دائما بوجود السلام. طيب سلام عليكم.